إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو عندي غير سؤال أو تساؤل: هل أصبحت اللهجة المصرية لغة رسمية مرادفة للغة العربية أو تعوض اللغة العربية؟ احنا نشوف الوزراء والرؤساء، مؤخرا شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته يتحدث باللهجة المصرية ويتفادى التحدث باللغة العربية الفصحى، كما جميع الرؤساء تاع الدول العربية. حتى لما راح لأمريكا وتلاقى مع ترامب وأعطيت له الكلمة تحدث باللهجة المصرية، وهذه العادة عند كل المسؤولين وحتى الأساتذة تاع اللغة العربية المصريين عندما كانوا يدرسوننا كانوا يتحدثون باللهجة المحلية تاعهم، مع العلم أن اللهجة المصرية وهي لهجة القاهرة هي لهجة جميلة ومفهومة في جميع الدول العربية. وأنا شخصيا نفهم اللهجة المصرية كما أفهم اللهجة تاع البلد تاعي، ولكن لماذا لا يحاولون التحدث باللغة العربية؟ هل يحاولون أن يجعلوا من اللهجة المصرية لغة رسمية مرادفة للغة العربية؟ اللي عنده معلومة يجاوبنا في الكومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله.